تخيل ان كهربة البيت اللي ماشية في السلوك دي عاملة زي جيش من النمل. الجيش ده ماشي في نفق، والهدف بتاعهم انهم يوصلوا للأجهزة اللي موجودة عندك في البيت علشان يشغلوها. النمل ده مؤدب ومنظم جدا وماشيين بقوة دفع اللي هي 220 فولت. بس النمل ده متردد جدا، بيجي يدخل في الأجهزة يروح راجع تاني بسرعة ويقعد يكرر العملية دي يا صديقي 50 مرة في الثانية، وده اللي بنسميه 50 هرتز. وفجأة أثناء الحركة السريعة دي النور قطع. يعني الجيش ده كله وقف مكانه ثابت. اول ما الكهرباء بترجع الجيش ده ما بيجيش وهو ماشي بالراحه. تخيل بوابه سد اتفتحت، بدل ما النمل بيبقى داخل بالراحه اللي هو 220 فولت، اول لحظه البوابه بتتفتح فيها زقه الكهرباء بتبقى عنيفه جدا وممكن توصل ل 500 او 600 فولت في جزء من الثانيه، ودي اللي بنسميها فولتج سبايك او خبطه الجهد. الاجهزه اللي بيبقى فيها مواتير زي الثلاجه او التكييف او الغساله بطبعهم جعانين كهرباء، فاول ما النور بيرجع كلهم بيشدوا كهرباء في نفس اللحظه وبكل قوتهم. السحب ده صديقي بيوصل ل10 اضعاف الطبيعي. طب ليه الاجهزه ممكن تتحرق؟ جوه الاجهزه الالكترونيه بتاعتك في قطع صغيره اسمها مكثفات، تخيلها وكانها بالونات صغيره بتخزن الكهرباء. البالونات دي متصممه ومتعوده ان اقصى فولت يوصل لها 311 اللي هي قمه الموجه الطبيعيه لل 220 فولت. البالونات دي متصممه لما خبطه الجهد العنيفه دي تدخل فجاه وتعدي ال 400 او ال 600، مع تكرار العمليه دي باستمرار الضغط بيزيد والبالونه تفرقع، وده الصوت والريحه اللي بنشمهم لما في جهاز يتحرق. اكيد سالت نفسك طب ما النور بيقطع كتير، ليه موبايلي مثلا على الشاحن ما حصلوش حاجه؟ هقول لك بسبب 3 حاجات. اول حاجه البطل فارستور، ده جندي انتحاري جوه الشاحن بتاعك او الباور سبلاي بتاع الكمبيوتر. هو قاعد مراقب طول ما الفولت في حدود الامان هو ساكت. اول ما يحس بارتفاع مفاجئ بيقلل مقاومته جدا علشان يمرر تيار جواه ويحرق نفسه، وكل ده علشان يقطع السكه ويحمي باقي مكونات الجهاز الغاليه. هو يموت بس الجهاز يعيش. رقم 2 نظام ال AVR، ده المايسترو في المحولات الكبيره، بيحاول يفرمل الجيش ده بسرعه ويرجعه ل 220 فولت. بس برضه في مشكله، بيحصل حاجه اسمها اوفر شوت. هو بيحاول يلحق الجهد اللي كان صفر، ايده بتخونه شويه لاجزاء بسيطه من الثانيه قبل ما يستقر. النتشه دي كفيله ان هي تحرق اي جهاز الكتروني لو دايره حمايته ضعيفه. رقم 3 القسمه والنصيب. الكهرباء المتردده عامله زي الموجه، لو الكهرباء رجعت والموجه في لحظه الصفر الجهاز مش بيحس بحاجه والكهرباء بتبدا تزيد بالتدريج، لكن لو رجعت وهي في القمه فوق عند ال 311 هنا المخاطره. انت وقسمتك ونصيبك بقى يا صديقي في اللحظه دي. روشته الامان تعمل ايه عشان تحافظ على عمر اجهزتك ودوائر الحمايه بتاعتها؟ لما الكهرباء تقطع افصل فيشة الأجهزة الغالية، استنى دقيقة بعد ما الكهرباء ترجع لغاية جيش النمل ده ما يهدى، وبعدين وصلها وانت مطمن. ولو عايز تريح نفسك في حاجة اسمها ريلي الحماية، ده مفتاح ذكي بنركبه في لوحة الكهرباء بتاعة الشقة، بيراقب الفولت، لو زاد أو قل بيفصل الكهرباء فورا. والأهم إنه فيه تايمر، لما الكهرباء ترجع بيقعد يعد دقيقة أو دقيقتين على حسب ما انت ما بتظبطه لحد ما يتأكد إن فرق الجهد مستقر، وبعدين يدخل الكهرباء للشقة تلقائي. الكهرباء لما بترجع بتبقى غشيمة يا صديقي، خاصة في أول ثانيتين، وفي ناس كتير اتأذت منها. والشطارة إنك تحافظ على العمر الافتراضي بتاع الأجهزة بتاعتك علشان لا قدر الله مفيش حاجة تبوظ. وما تنساش تشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. ويلا صديقي، سلام.